عارف إيه أكتر حاجة بتضيّع أحلامنا؟ مش قِلّة الإمكانيات ولا الظروف، هي مهارة بسيطة بس مرعبة، إننا بنتخلّى عن نفسنا. عشان كده أنا هاكلّمك عن the art of not giving up on yourself. لو أنت من الناس اللي بتبدأ حاجات وما بتكمّلهاش أو حاسس إن أنت محبوس في مكانك بقى لك سنين، الفيديو ده عشانك. هاقول لك على المهارة اللي خلّتني ألِف العالم وأنا لسه طالبة، وليه المهارة دي أهم بكتير من أي منحة أو أي سفرية أنا عملتها. الصراحة أنا بقى لي فترة تعبانة، مش قادرة أقوم أصوّر. وقُلت خلاص بلاش الجمعة دي أنزّل فيديو على اليوتيوب، زي ما عملت قبل كده كتير، مرّة عشان ما خلّصتش الediting ومرّة تانية عشان كنت مسافرة أو برضه تعبانة، كل الحوارات دي في آخر 4 شهور بس وأنا لسه بادئة اليوتيوب channel. بس الأسبوع ده أنا قررت إني مش لازم أصوّر وأطلع voice over وأتكلّم معاك، ما هو أنا فعلًا باعرف أعمل ده، ليه مش باعمل كده؟ افتكرت كل مرّة اتخلّيت فيها عن نَفْسي وما اتعلّمتش المهارة اللي كان نِفْسي فيها. عادي أنا ممكن أفضل scroll وأتفرّج على حياة الناس بالساعات، بس أهتم بيّا أنا؟ لأ، أنا مش باعمل كده. الصراحة أنا ما كنتش عايزة أحُط نَفْسي في قالب خصوصًا هنا على قناة اليوتيوب، وإن أنا أقدر أتكلّم معاك ومعاكِ ومعاه بكل أريحية، عارفة إن ده ممكن يكون مختلف عن شوية من اللي متابعيني عشانه، وهو الفُرَص والمِنَح وبس. بس أنا كان هدفي من الأول هو السفر وإن أنا أشير قصتي، بس لمّا لقيت الشباب الصغير بالذات مهتمين، قُلت أفيد بخبرتي، بس حسيت إن أنا بعدت تمامًا عن أنا هنا ليه، وهو إن أنا أشير قصتي فعلًا حوالين السفر وكل اللي اتعلّمته السنين اللي فاتت واللي بنتعلّمه هنا مع بعض. وعشان كده الintro المعتاد. هاي أنا عالية وسافرت أكتر من 18 دولة وخدت أكتر من 40 منحة وبقدم محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر. فلو أول مرة تشوفني أهلا بيك، ما تنساش تشترك على القناة. وأنا كمان بدأت أعمل استشارات من فترة عن السفر والمنح بس لسه ما أعلنتش عنها، هتلاقي اللينك في البايو لو حابب نتكلم أكتر. مهارة عدم التخلي عن نفسك من أهم الحاجات اللي ممكن تعملها لنفسك المستقبلية. لما تقول أنا هبدأ كورس وأخلصه في خلال أسبوع يبقى فعلا أنت هتبدأ كورس وتخلصه. لما تقولي إن أنت هتقدمي على منحتين في ال3 أيام الجايين تقدمي فعلًا على المنحتين. الexcuses اللي إحنا بنقولها على طول ما تبقاش ليها لازمة، هي أصلًا ما لهاش لازمة الexcuses اللي إحنا بنقولها، أصل عادي يعني إيه؟ يعني إيه اللي هيحصل؟ صاحبتِك كلمتِك ساعتين كالعادة في أي كلام؟ مش مشكلة خلّيهم ساعة بس النهارده والساعة التانية قدّمي فيها. جالك خروجة دلوقتي مع صحابك؟ ماشي، وأنت في الخروجة وأنت رايح بعربيتك أو بالمواصلات اسمع الكورس، اسمع عادي جدًا الكورس وبرضه هتستفاد وخُد notes، ما فيش أي مشاكل. أنا مثلًا تعبانة الأسبوع ده ومش قادرة أصوّر، تمام، اعملي script واعملي voice over عادي جدًا، ما أنتِ بتعرفي فعلًا تعملي ده. فأنا مش هاتخلّى عن نَفْسي إن أنا كل أسبوع هاpublish one video on YouTube. أنت هتسمع الكورس ده، ما هو أكيد الناس الناجحة مش فاضيين برضه، هم عندهم business و2 و3 وبيدرسوا وممكن كمان متجوّزين وعندهم أطفال، ودي أمثلة أنا باشوفها كتير جدًا. هم عندهم حاجة مهمة جدًا وإنهم مش بيتخلّوا عن نَفْسهم. مش بيتخلّوا إن هم يكمّلوا في حلمهم ومشروعهم، حتى لو ما عندهمش وقت، هم still هيكمّلوا في مشروعهم. لمّا بدأت أركّز مع حياتي، بدأت آخُد بالي من pattern معيّن، نمط معيّن أنا بامشي عليه، حاجة من الحاجات اللي أنا ما باتخلّاش فيها عن نَفْسي وباختار نَفْسي فيها. أنا طول عمري شخص رياضي، أو أنا على طول باقول إن أنا شخص رياضي، يعني أنت بجد لو جيت كلمتني هاقول لك قد إيه أنا باعشق الرياضة، وقد إيه رياضية، وأنا لعبت ده ودخلت بطولات في ده، وحرفيًا عادي أنا دخلت قبل كده مسابقة كرة قدم في conference وأنا أصلًا ما أعرفش عنها أي حاجة وكسبت عادي عشان أنا شايفة نفسي رياضية، عادي تقدر تعمل كل حاجة. وكمان إن أنا قادرة أتعلم، أنا على طول باقول كده للناس، يعني في أي رياضة يالّا بينا أنا معاكم. باحُط جزء من يومي كل يوم إن أنا ألعب رياضة، أروح الgym، أجري، أركب عَجَل، وحاليًا بالعب تنس على طول، حتى في البيت، والله ما باهزر بجد، أنا بامشي عادي جدًا وبارقص في البيت، يعني أنا الرياضة هوايتي وجزء منّي حتى، يعني جزء من الidentity بتاعتي، وأنا عندي برد أهو تعبانة موقّفة رياضة، أنا وقّفت الgym بس أنا عارفة إن أنا خلاص أنا هاروح من يوم الأحد اللي جاي تاني الgym، عشان مش أسبوع هو اللي يوقّفني، باحبها حاجة باحبها وحاجة باتطوّر فيها. يعني ده أنا باتكلّم كل يوم مع الكابتن وChatGPT إزاي أحسّن تمريني يعني بجد أنا طالعة الأولمبياد مثلًا باعمل كل ده. الغريب بجد إن أنا لو وقّفت كورس أسبوع مثلًا، أنا مش بارجع له تاني، بس أنا بارجع الgym وعارفة إن في ناس عكسي كتير، يعني أنا أسافر شهرين وأرجع الgym عادي، بس الكورس لأ خلاص فاكس. ودي حاجة بترجع للidentity والحاجة اللي إحنا بنقولها لنفسنا. عارف إيه أكتر حاجة المهارة دي فادتني فيها؟ هي السفر. الناس بتبُص على ال18 دولة وال40 منحة ويقولوا يا بختها، دي محظوظة، بس الحقيقة إن ال40 منحة دول وراهم 400 محاولة، 400 محاولة رفض، ممكن أكتر كمان.
اللي خلّاني فعلًا أسافر إن أنا مش أشطر واحدة، بس إن أنا ما كنتش باتخلّى عن نَفْسي لمّا ييجي لي رفض. كنت باقول لنَفْسي أنا وعدت نَفْسي إن أنا هالِف العالم وأنا مش هاخون الوعد ده. السفر محتاج عقلية، ما بتستسلمش، محتاج حد لمّا يقرر يجهّز ورق المنحة وورق السفر يخلّصه فعلًا وما يأجّلش للdeadline. عشان كده أنا بدأت الاستشارات بتاعتي، لإني مش بس هاساعدك في الCV أو التقديم، أنا بانقل لك الmindset بتاعتي اللي خلّتني ألِف العالم وأنا لسه في الجامعة، وبدأت أعالج explorers من الصفر. لو أنت فعلًا عاوز تسافر وعاوز تاخد الخطوة محتاج حد يوجّهك، لينك الاستشارات موجودة في الbio ويالّا نبدأ الطريق ده سوا. وفي التخلّي عن نَفْسي أنا برضه بدأت أركّز إن كل واحد ليه pattern معيّن في حياته، ليه نمط معيّن في حياته هو مشهور بيه أو هو بيحب يعمله كل يوم. يعني أنت مثلًا ممكن يكون وراك مليون حاجة، ووراك شغل ووراك كل حاجة في اليوم، بس أنت كل يوم هتخرج مع أصحابك، هتشوفهم حتى لو 5 دقايق، فأنت ده النمط بتاعك، دي حاجة أنت ما بتتخلاش فيها عن نَفْسك، سواء الحاجة دي بقى حلوة والّا وحشة. فأنت عايز حياتك يبقى نمطها إنك بتعمل حاجات حلوة ومفيدة ليك، والّا إن أنت بتضر نفسك دلوقتي، نفسك المستقبلية كل يوم؟ إيه الأنماط اللي أنت عايزها، إيه المهارات اللي أنت عايزها تبقى في يومك، إيه الحاجة اللي أنت عايز تكون معروف بيها؟ هل إن أنت فعلًا شخص اجتماعي، شخص رياضي، شخص ناجح، والّا إن أنت بس شخص أنا باشوفه كل يوم قاعد بيتفرج على فيديوهات على التيك توك مثلًا، والّا أنا باشوفه بس كل يوم بيتنمر على الناس؟ إيه اللي أنت عايز تكون معروف بيه؟ أنا مش باقول إن أنت تبعد عن كل حاجة، لمّا باقول إن أنت ما تتخلاش عن نفسك وإنك تقعد طول اليوم بتذاكر وبس، ولكن استمتع بحياتك ومع أصحابك عادي جدًا. حُط وقت لأهدافك ولنفسك حتى على السوشيال ميديا، يعني مثلًا لمّا تفتح اليوتيوب هتتفرج على فيديو هادف فعلًا، والّا هتتفرج على فيديو من اللي أنت بتتفرج عليهم كل يوم؟ ومعلش اسهر الساعة أو الساعتين دول، ما أنت ياما سهرت وأنت بتلعب games مع أصحابك، اسهرهم فعلًا إن أنت تاخد الكورس اللي أنت كان نفسك فيه. المضحك إن إحنا ممكن نقضّي ساعات ما ننامش فيها عشان بنكلم حد من صحابنا أو بنتفرج على مسلسل، بس مش هناخد الوقت ده عشان نخلّص task علينا وإن إحنا فعلًا نطوّر من نفسنا. بس لأ، أنا مش هاتخلّى عني ومش هاتخلّى عنك، طالما فتحت الفيديو ده أنت جاي معايا في الطريق. أنت عارف لمّا تبطّل تتخلّى عن نفسك وتبقى قد كلمتك، زي ما بنقول كده في مصر بقيت راجل في كلمتك، أو زي ما أنا باقول أنت أخيرًا ما اتخلّيتش عن نفسك. أنا اخترت نفسي، مش الشخص اللي باتابعه على السوشيال ميديا، مش صاحبي أو صاحبتي، لأ، أنا اخترت نفسي الأول، وساعتها فعلًا أنا قادرة إن أنا أساعد اللي حواليّا، ما أنا عارفة هاساعد نفسي، فأنا هاقدر أساعد كمان اللي حواليّا. الندم مش هينفع، يعني ما تلومش نفسك، أصل خلاص اللي عدّى عدّى، اللي إحنا عملناه عملناه. هو فعلًا كان أحسن وقت إن أنا أبدأ اليوتيوب channel كان من 4 سنين أول ما بدأت أسافر أو حتى من قبلها، بس أنت عارف إيه أحسن تاني وقت؟ هو دلوقتي، وده مش كلام تنمية بشرية، ده بجد. أحسن وقت هو دلوقتي، الوقت اللي أنا فيه ده، مش إن أنا لسه أستنى سنة، لسه أستنى سنتين. وده لكل حاجة بقى، كورس الألماني اللي أنت بقى لك سنين بتقول عليه، يالّا ابدأ فيه. كورس الgraphic design اللي كان نِفْسك فيه، مش يالّا بقى، عايزة أشوفِك أجمد graphic designer. السفرية اللي نِفْسك تطلعها، مش جه الوقت نحوّش ليها والّا هنفضل كل يوم بنصرف فلوسنا على الكافيهات. فهو ده the art of not giving up in yourself. أنا مش عارفة الconcept ده هل هو موجود فعلًا؟ هو أنا قرأت حاجة شبيهة بس مش بنفس الكلمات، بس لو مش موجود فأنا اخترعته، ولو موجود عادي أنا خدته، والصراحة هو عجبني جدًا، وحبيت أshare معاكم الحاجة اللي أنا باعملها دلوقتي، وكنت باعملها زمان في حاجات وأنا مش واخدة بالي، بس أنا ناوية أعملها لحاجات كتيرة أوي في حياتي عشان أتطور فعلًا. بس كده، لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وابعته لأصحابك، دعمك هيفرق معايا جدًا، وقولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم في الconcept عدم التخلي عن النفس، وهل عندك آراء تانية؟ أنا مبسوطة إن أنا شيّرت ده معاكم، عشان دي أنا، دي عالية، بنتكلم وبنshare أفكار زي الصحاب، أفكار فعلًا هتغيّرنا إحنا الاتنين، فمستعدة ومستعد تاخدوا رحلة التغيير دي معايا؟